السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم في فيديو جديد ومراجعه جديده، ومراجعتنا النهارده هتكون لموبايل بوكو اف 6 برو. الموبايل عامل قلق في السوق الفتره دي بسبب المواصفات اللي جاي بيها، مواصفات قويه جدا، ودوري في الفيديو ده ان اقول لك على المميزات والعيوب بتاعه الموبايل وتشتريه ولا لا. لكن قبل ما نبدا ما تنساش اللايك والاشتراك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ومن غير كلام كتير خلونا نبتدي. هنبتدي اول حاجه بالتصميم. وخامات الموبايل هنا جايه بالكامل من الازاز من الامام ومن الخلف، مع اطار من الالومنيوم، وفي نقشه خفيفه في الظهر بتديله شكل وفخامه اكتر، وفي نفس الوقت الظهر مصنفر كده وملمسه ناعم ومش بيبصم كتير. يعني من الاخر الموبايل من ناحيه التصميم ومن ناحيه الخامات فهو موبايل فخم جدا. الكاميرات جايه في اطار مستطيل في الظهر تقريبا واخد ربع الموبايل من فوق، وجايه على بروزين، بروز للمستطيل نفسه وبروز للعدسات، لكن عموما البروز مش عالي قوي، وكده كده الجراب اللي جاي مع الموبايل بيغطيه تماما. وعندك في نفس المستطيل بتاع الكاميرات في كلمه بوكو مكتوبه على اليمين بالطول كده. من على اليمين عندك زرار الطاقه مع زرار الصوت اللي بيعلي او يوطي الصوت، ومن فوق عندك مستشعر الاي ار بلاستر اللي من خلاله بتتحكم في الاجهزه المنزليه عندك، سواء كانت شاشه او تكييف او اي جهاز سمارت عندك في البيت. وعندك سماعه من فوق. من تحت عندك درج الشرايح واللي بيشيل شريحتين بس، وجنبه مدخل الشحن من نوع التايب سي والسماعه الثانيه. الموبايل بيجي بمقاومه لرذاذ الميه والغبار بشهاده اي بي 54، وزن الموبايل 209 جرام. بالنسبه للشاشه فالشاشه هنا نقطه قوه كبيره في الموبايل ده، لانها بتيجي بحجم 6.67 بوصه مع حواف قليله جدا في الشاشه. شاشه من نوع اموليد بتردد 120 هرتز مع سطوع بيوصل ل 4000 شمعه، والشاشه داعمه لحد 68 مليار لون، يعني خد الوان من هنا لبكره. ودقه الشاشه هنا 2K، حرفيا شاشه تحفه جدا. من ناحيه بقى كالعاب، كمشاهده محتوى، تصفح، اي حاجه الشاشه هتسد معاك. يعني انت واخد تفاصيل والوان شاشه، والسطوع عالي جدا تحت اشعه الشمس المباشره. وكمان الشاشه داعمه لتقنيه ال HDR 10 بلس، بالاضافه كمان لتقنيه الدولبي فيجن. والشاشه عليها طبقه حمايه جوريلا جلاس 5. عندك مستشعر البصمه تحت الشاشه، سريع وما بيعلقش وما بيغلطش، وفي نفس الوقت هو مكانه كويس، لا هو عالي بزياده ولا هو نازل تحت قوي. فبالنسبه للشاشه انا ما عنديش عليها اي تعليق نهائي. وننتقل دلوقتي للاداء. بالنسبه للاداء فالموبايل هنا جاي بمعالج السناب دراجون ال 8 Gen 2، معالج 8 نواه بتردد بيوصل ل 3.2 جيجا هرتز، مع دقه تصنيع 4 نانومتر، واللي بتوفر كتير في استهلاك البطاريه وبتقلل شويه من السخونه. والمعالج الرسومي من نوع ادرينو 740، وده نفس المعالج اللي موجود في موبايل وان بلس 12 ار اللي هو الموبايل الشخصي بتاعي، واللي شفنا تجربته في بعض الالعاب. حرفيا معالج طلقه، معالج قوي جدا، ومهما كان استخدامك تقيل الموبايل مش هيأثر معاك. وطبعا هسيب لك رابط فيديو تجربه الالعاب تحت في الوصف لو حابب تشوف. المعالج محقق 1.5 مليون نقطه على انتوتو سكور، والموبايل هيشغل لك اي لعبه مهما كانت تقيله بكفاءه عاليه. وطبعا مش محتاج اقول لك ان بابجي هنا شغاله 120 فريم، وبالنسبه لوار زون فهي هتشتغل 60 فريم مستريح جدا على اعلى جرافيك طبعا. وكول اوف ديوتي موبايل هتديك 60 فريم على اعلى جرافيك، وطبعا لو قللت الجرافيك الفريمات هتزيد لحد 90 و120. وبالنسبه للمساحه فانت عندك 3 خيارات هنا للمساحه. النسخه الاولى جايه ب 256 جيجا مع 12 جيجا رام، والنسخه اللي بعدها 512 جيجا مع 12 جيجا رام، واعلى نسخه في الموبايل ده بتيجي بحجم 1 تيرا مع 16 جيجا رام. والذاكره من نوع UFS 4.0، والرامات من نوع LPDDR5X. فمساحه الموبايل هنا كبيره وهتكفي كل احتياجاتك، خصوصا لو جبت النسخه ال 512 او ال1 تيرا. بطاريه الموبايل بتيجي بحجم 5000 ملي امبير مع دعمها للشحن السريع بسرعه 120 واط، واللي بيشحن الموبايل من 0 ل 100% في تقريبا 25 دقيقه. والبطاريه هتدي لك في الالعاب من 4 ل 5 ساعات لعب متواصل، وطبعا لو استخدامك خفيف هتكمل معاك اليوم مستريح جدا. فمن ناحيه البطاريه ما تقلقش، بطاريه كبيره، كمان عندك شحن سريع، يعني حتى لو خلصت فتلت ساعه في الشاحن وخلاص الموبايل شحن 100%. بالنسبه للسوفت وير فالموبايل جاي باحدث نظام اندرويد اللي هو اندرويد 14 مع واجهه شاومي الجديده الهايبر او اس 1.0. ونخش في الكاميرات. الموبايل هنا جاي بثلاث كاميرات خلفيه. الكاميرا الاساسيه بدقه 50 ميجا بكسل وبفتحه عدسه اف 1.6، ومستشعر الكاميرا هنا من نوع اومني فيجن او في اكس 8000 بالاضافه لمثبت بصري. الكاميرا الثانيه بدقه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2، وهي العدسه الالترا وايد علشان تاخد صور بزاويه واسعه. والكاميرا
الثالثه والاخيره بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.4، وهي الكاميرا الماكرو علشان تصور حاجات من قريب. الكاميرا الاماميه بدقه 16 ميجا بكسل. والموبايل هنا بيصور فيديو بالكاميرا الخلفيه بجوده ال 8K مع 24 فريم في الثانيه، او 4K او 1080 او 720 مع 30 و60 فريم في الثانيه. وبيصور فيديو بالكاميرا السيلفي بدقه 1080 ميجا بكسل مع 30 او 60 اطار في الثانيه. كمان الموبايل بيصور فيديو بالحركه البطيئه على جوده 1080 بكسل مع 960 فريم او 720 بكسل مع 1920 فريم. ورغم ان الموبايل ده مش موجه للتصوير، لكنه بيطلع صور حلوه جدا من ناحيه الالوان، من ناحيه التفاصيل. الموبايل فعلا معالجه الصور هنا حلوه جدا، واداء الكاميرات كويس جدا حتى في الاضاءات العاليه زي مثلا اشعه الشمس. الصور ما بتلسعش جامد مع تفاصيل كتير، تفاصيل واضحه والوان طبيعيه، وده طبعا بفضل فتحه العدسه الواسعه ومعالجه سوفت وير شاومي والمعالج نفسه للصور. وصراحه انا من عشاق سوفت وير شاومي خصوصا في التصوير، لان الوان الصور بتكون مظبوطه والصوره بتكون فيها تفاصيل وحده مش موجوده في شركات تانية. الصور بالكاميرا الخلفيه هنا الوانها حلوه جدا، مفيش لسعان شديد في الصور مع تفاصيل وحده واضحه جدا. لون البشره مثلا طالع طبيعي في الصوره دي ومفيش لسعان في الصوره حتى مع اشعه الشمس المباشره. يعني انا مش عايز اقول لك صوره زي كده من BBK هيتعمل فيها ايه، اكنك باصص للمبه. الصور في الليل بالعدسه الاساسيه ممتازه، ووضع التصوير الليلي في الموبايل ده حلو جدا. الصور مش بتفتح بزياده بحيث انها تحسن الصوره فتبص تلاقي الوان مثلا ضربت، لكن في نفس الوقت بتكون الصوره واضحه وبتكون فيها تفاصيل وحده ممتازه جدا. يعني من الاخر تحس النايت مود اللي موجود في الموبايل ده جاي من هواوي. بالنسبه لتصوير الفيديو بالكاميرا الاساسيه، فتصوير الفيديو هنا بيوصل ل 8K مع 24 فريم في الثانيه، الوان مظبوطه واقرب للطبيعه، مفيش لسعان شديد في الصوره، تفاصيل واضحه، ونفس الكلام برضو على دقه ال 4K. وبالنسبه للمثبت البصري فهو بيشتغل على 1080 مع 60 او 30 فريم بس، لكن على جوده ال 4K ما بيشتغلش ال OIS، بيشتغل المثبت الالكتروني اللي هو ال EIS. طبعا ال OIS افضل، بس برضو اداء ال EIS في الموبايل مش وحش. جوده الصور مع الزوم ال 2x حلوه جدا، ومفيش فقدان كبير في التفاصيل، الصوره ما زال فيها تفاصيل كفايه والوان مظبوطه. فبالنسبه للكاميرا الاساسيه في الموبايل ده تاخد من جيد جدا لممتاز. بالنسبه للتصوير بالعدسه الالترا وايد الصور فيها تفاصيل كتير برضو، والصور بالالترا وايد تاخد من مقبول لجيد. صور الالترا وايد في الليل الجوده بتبدا تقل شويه وتفاصيل في الصوره اقل، بس ما زالت الصور كويسه والوانها الى حد ما مظبوطه. اما بالنسبه للعدسه الماكرو فهي بتطلع صور حلوه جدا بحده وتفاصيل واضحه، مفيش لسعان او غمقان في الصوره، فالعدسه الماكرو هنا تاخد من جيد جدا لممتاز. وبالنسبه للكاميرا الاماميه فهي بتطلع صور كويسه الى حد ما مع تفاصيل وحده في الصور، وبتصور فيديو بجوده 1080 مع 30 او 60 فريم في الثانيه. بالنسبه للصوت فالموبايل جاي بصوت ستيريو بالاضافه لدعمه لتقنيه الدولبي اتموس. يعني من الاخر هتاخد تجربه صوتيه حلوه جدا، خصوصا في الالعاب. ممكن تعتمد على السماعات بشكل كبير في انك تعرف مثلا في حد جالك من على اليمين، في حد جالك من على الشمال، فمن الاخر هتاخد تجربه صوتيه ممتازه. بالنسبه شبكات الموبايل فهي شبكات كويسه جدا، تيجي تحت BBK على طول ومش هتواجه مشاكل فيها. كمان الموبايل جاي بواي فاي 7 وبلوتوث 5.3. وبالنسبه لاخر حاجه وهي المستشعرات، فالموبايل داعم لاغلب المستشعرات اللي انت هتحتاجها، زي مستشعر للمكالمات، والحمد لله انه هاردوير مش سوفت وير كعاده شاومي، ومستشعر الجيروسكوب والبوصله والNFC والIR بلاستر. بالنسبه للحاجات اللي جايه في العلبه، فعلبه الموبايل بيجي فيها الموبايل وراس الشاحن بقدره 120 واط مع وصله الشحن من نوع التايب A للتايب C، وجراب اسود علشان تحمي الموبايل، ودبوس الشرائح وكتيبات التعليمات. والموبايل بيجي بسكرينه موضوع عليه بشكل مسبق. ونخش على العيوب. الحمايه ضد الميه IP54، وكان المفروض على الاقل تبقى IP65. واحب اقول لك ان البوكو F6 العادي جاي بشهاده حمايه ضد الميه والغبار بشهاده IP65. يعني انا معرفش ازاي النسخه البرو تيجي IP54 والنسخه العاديه IP65. يعني مش عارف ايه الدماغ دي بجد. هي طبعا مش اعلى حمايه، يعني مش هقول لك مثلا لو غطست البوكو F6 العادي في الميه هيطلع سليم، لا، لكن كان يفضل انها تكون IP65. وكالعاده مفيش مدخل 3.5 مللي الخاص بالسماعات. يعني انا عايز افهم، ده جهاز دلوقتي موجه اصلا للالعاب، يعني اكيد انا هستخدم سماعه بسلك، عشان طبعا معروف عن السماعات البلوتوث انها بتاخر شويه في الصوت، فما بتبقاش مريحه جدا في الجيمنج. فده موبايل موجه للالعاب، يعني حط لي مدخل 3.5 مللي، شيله من باقي الموبايلات ما عنديش اي مشكله، بس يبقى موبايل موجه للالعاب وتشيله، دي حاجه تنرفز الصراحه.
كمان العلبه ما فيهاش الوصله اللي بتحول من التايب سي لمدخل 3.5 مللي اللي هو بتاع السماعات. يعني بص من الاخر الشركه بتقول لك اتصرف. مفيش مكان لكارت ميموري، بس عموما كده كده مساحه الجهاز عاليه سواء 256 او 512 او 1 تيرا، وما اعتقدش ان حد هيستهلكها كلها يعني. لكن عموما خليك في ال 512 عشان تكون في المضمون، لان احب اقول لك ان حجم الواجهه بس لوحدها 36 جيجا، فيفضل تخليك في النسخه ال 512 جيجا. بالنسبه لعيوب الكاميرات، فلون السما في العدسه الاساسيه محتاج انه يغمق سنه، يعني تحسه فاتح بزياده كده، وده غالبا بسبب ان فتحه العدسه واسعه نوعا ما اف 1.6، فده بيدخل ضوء اكتر للعدسه، فعلشان كده الالوان ممكن تلسع شويه. لكن هو عموما باقي الصوره كويس، بس هو بالنسبه السما حسيتها محتاجه انها تكون اغمق سنه، فيعني ممكن تحديث سوفت وير يظبط النقطه دي. هي الفكره كلها ان السوفت وير مش قادر يهندل كميه الضوء اللي داخله من العدسه. بالنسبه للعدسه الالترا وايد، فالصور فيها لاسعه جدا. هي الصوره فيها تفاصيل وحده كويسه جدا، لكنها لاسعه جدا، ولون السما من كتر اللسعان اللي في الصوره تحسه اقرب شويه لانه يكون رمادي مش لون السما الطبيعي. وسبحان الله لما بقلب على العدسه الالترا وايد في اي موبايل المفروض ان الصوره بتغمق سنه، معرفش ازاي انا شاومي عملتها بتلسع بالشكل ده. والصور بالليل بالعدسه الالترا وايد بيكون فيها تشويش كبير وتفاصيل قليله جدا، رغم ان الالوان والاضاءه مظبوطين قوي في العدسه الالترا وايد في التصوير الليلي، الا انه للاسف جودة الصورة نفسها مش حلوة ومفيش تفاصيل كفاية. الصورة بتبقى منغمشة شوية، ومع اقل زوم هتعمله في الصورة هتشوف بكسلات. تصوير الفيديو بالعدسة الالترا وايد تحت اشعة الشمس المباشرة الصورة بتكون لاسعة جدا مع تفاصيل الى حد ما كويسة. تصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية الاساسية في الليل بيظهر انعكاس في الكاميرا كده هتلاحظه في تصوير الفيديوهات، والسبب في الموضوع ده ان الكاميرات عليها حلقة ذهبية هي معمولة للشكل، بس للاسف لما النور بيخبط فيهم اثناء تصوير الفيديو بتعمل انعكاس على العدسة نفسها بتاعت الكاميرا، فبتظهر في الفيديو. ولون السما فاتح بزياده، تحس الموبايل بيعلي اضاءه وخلاص علشان الصوره تطلع واضحه، فوانت بتصور في الليل هتحس ان السما كانك في وقت المغرب. بالنسبه للكاميرا السيلفي فالصور بيكون فيها تفاصيل كتير، لكن الصور بتطلع باهته ولون البشره نفسه تحسه شاحب كده مش مظبوط قوي. وبالنسبه لتصوير الفيديو بالكاميرا السيلفي فهو اخره 1080 مفيش 4K، وكمان صوره الفيديو بالسيلفي ناعمه زياده تحس مفيش تفاصيل كفايه على عكس الصوره العاديه بنفس الكاميرا. بس دي كانت كل العيوب اللي شفتها في الموبايل. سعر الموبايل عالميا $500 للنسخه ال 512 جيجا مع 12 جيجا رام، وسعره في مصر حاليا بتاريخ نزول الفيديو ده 25888 جنيه للنسخه ال 512 مع 12 جيجا رام. هسيب لك رابط شرائه من موقع سمارت كوشك تحت في الوصف لو انك حابب تشتريه. معرفش حاليا متوفر منه النسخه ال1 تيرا في مصر ولا لا، لكن لو لقيتها في الاسواق اللي على النت هسيب لك الرابط تحت في الوصف واقول لك رايي في الجهاز. الموبايل جاي بشاشه ومعالج ممتازين هيدولك تجربه في الاداء ممتازه، ولو كنت بتتفرج على افلام كتير فالشاشه هنا بتيجي بالوان ودقه ممتازين جدا، يعني شاشه ممتازه من الاخر مع تصميم شيك وكاميرات كويسه جدا بالنسبه لموبايل بوكو. وبالنسبه لسعره فهو موبايل ممتاز على المواصفات اللي بيقدمها دي، والموبايل ده هياخد 9 من 10. وبرده قول لي رايك في الموبايل تحت في التعليقات، ولو عندك سؤال او اي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات وباذن الله هرد عليك. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واتمنى تكونوا استفدتوا من المراجعه. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. ولو تعرف حد كان محتار في الموبايل ده وبيفكر يجيبه ولا لا ابعت له الفيديو والفيديو هيساعده ان شاء الله. وبس اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات جديده ومراجعات جديده. سلام.